أول شيء نضع البذور ونسقيها. ثانيا يظهر لنا الجذر ويظهر إلى الأسفل. ثالثا يكبر عدد الجذر وينضج لنا أوراق. رابعا يزداد طول الجذر ويزداد طول الساق ويظهر لنا. يزداد طول الجذر ويزداد طول الساق ويظهر لنا أوراق. سادسا يكبر الجذر ويظهر لنا ساق ويظهر لنا زهرة ويظهر لنا أوراق. سابعا يظهر لنا جذر ويطول الساق ويظهر لنا أوراق وتنتج نبتة دوار الشمس. يحتاج النبات إلى التربة والماء والشمس والهواء. دورة حياة النبات. أولا نضع البذرة في التربة ونسقيها. ثانيا نلاحظ أن الجذر يمتد إلى أسفل. وثالثا يزداد عدد الأوراق ويمتد الجذر إلى أسفل. رابعا يمتد الجذر إلى أسفل ويمتد الساق إلى أعلى. خامسا يكبر حجم الجذر ويمتد الساق إلى أعلى وتظهر لنا ثمرة زهرة وتزداد عدد أوراق النبات. وهنا يزداد طول النبات وتزداد أوراق النبات ويكبر حجم الجذر وبعدها تحول الزهرة إلى ثمرة دوار الشمس. النبات يحتاج إلى تربة وماء وهواء وضوء شمس. حياة النبات. أولا نضع البذور في التربة ونسقيها بالماء. ثانيا يمتد الجذر إلى الأسفل. ثالثا يكبر الساق ويطلع